ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. السلام عليكم وسعد الله أوقاتكم ورزقكم مراتب الصديقين والشهداء آمين. ما يمكن أن تمر أيام مثل هذه دون ذكر مصيبة من مصائب الأمة صارت في مثل هذا التاريخ، وهي مقتل الحسين عليه وعلى جده رسول الله السلام. ما راح أدخل في تفاصيل هذه الحادثة اللي آلمت الجميع من كل الطوائف، ولكن حبيت أبين بعض النقاط الهامة، بعض النقاط اللي تبين اللي يؤمن به استنادا إلى كلام أهم علماء أهل السنة والجماعة. وراح أستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالذات، شيخ الإسلام اللي كثير ما لفق عليه ظلما وجورا. أولا، سيدنا الحسين ما هو رمز لطائفة محددة، سيدنا الحسين رمز لكل مسلم على وجه الأرض. الحسين هو صبط نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو مع أخوه الحسن ريحانة رسول الله وسيدا شباب أهل الجنة، وهو ابن خليفتنا الراشد الرابع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو ابن بنت رسول الله فاطمة الزهراء الطاهرة المطهرة اللي عندنا هي سيدة نساء العالمين. وحب وحب آل بيت رسول الله من الإيمان، كما قال شيخ الإسلام: ومحبتهم عندنا فرض واجب يؤجر عليه. وقال: عمن يبغضهم ومن أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والنقطة الثانية اللي أحب أبينها أن مقتله كان أمر محزن ومفزع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ونؤمن كذلك أن الحسين عليه السلام قتل مظلوما شهيدا، وقتلته ظالمون معتدون. وإذا كنا ما نبدي الحزن والجزع فلأن هذا مو من ديدنا، وهذا خلاف ما نؤمن به. قتل قبله عم حمزة ومثل به، وقتل عم جعفر أيضا، وما عرفنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الاسترجاع. وقتل قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في محرابه، وقتل أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يقرأ كتاب الله. وقتل أبوه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو في طريقه لصلاة الفجر. وفي الجميع ما يتعدى نهجنا قول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونعلم إنهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لله الحمد من قبل ومن بعد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طاب يومكم.